السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد على قناه استوديو الاهلي. ما تنساش قبل ما تبدا الفيديو تعمل فيديو بلايك وشير وكومنت وتشترك في القناه وانت مشترك وتفعل زر الجرس وتصلي على الرسول. ويلا بينا على الفيديو. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. النهارده بفضل ربنا ثم بفضلكم قدرنا نوصل 1000 مشترك على قناتنا على اليوتيوب على قناه استوديو الاهلي. طبعا ده رقم كبير جدا بالنسبه لي، انا ما اظنش ان بالنسبه لناس كتير رقم كبير طبعا، بس بالنسبه لي انا 1000 مشترك حاجه كويسه جدا. ده في خلال فتره زمنيه قصيره. طبعا جبنا ال 1000 مشترك ده في خلال شهر و3 ايام بالظبط، وقدرنا نحصل على 40,000 مشاهدة برضه في شهر و4 أيام بالظبط. فطبعا ده بالنسبة لي رقم كبير جدا وأرقام حلوة والله. إن شاء الله نستمر مع بعضنا ونوصل لأكبر من كده. طبعا النهارده الصبح صحيت طبعا من النوم، ففتحت بفتح القناه دي زي كل يوم، بفتح اشوف المشاهدات عامل ايه، المشتركين زادوا ما زادوش. فبفتح لقيت القناه ظاهر فيها المشهد ده 1000 مشترك. فانا ما كنتش مصدق نفسي والله، بس الحمد لله قدرنا نحصل على 1000 مشترك في فتره قليله جدا. ان شاء الله فيما بعد هنعلى مع بعضينا ان شاء الله باذن الله. طبعا عاملين مسابقه وهنكسب ناس ان شاء الله معانا بسبب ان احنا وصلنا ل 1000 مشترك ان شاء الله. طبعا اي حد عنده حساب على تيك توك يخش على اي فيديو بتاعه يعمل نسخ رابط ويحطه لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله يوم 20 في الشهر، النهارده يوم 18، يوم 20 كمان جوستيان باذن الله هخش على التعليقات واختار كومنتات عشوائيه وابعت له كل واحد 2000 مشاهده على الفيديو اللي هو حاطه. طبعا ما حدش يحط اكتر من رابط، اللي هيحط رابطين او يعمل كذا كومنت طبعا هحذفه خالص ومش هيكسب معانا في المسابقه. فهو رابط واحد بس بتاع فيديو واحد، حطه في كومنت وسيبه، وانا ان شاء الله هعمل سحب عشوائي، واللي هيكسب ان شاء الله ابعت له المشاهدات. هكسب معانا 2 في المسابقه ديتي او 3 باذن الله. لو الفيديو ده جاب اكتر من 20 لايك وعدى ال 150 مشاهده ان شاء الله باذن الله هعمل 3، هسحب هفوز 3 معانا ان شاء الله باذن الله، كل واحد 2000 مشاهده على تيك توك. فزي ما اتفقنا محدش يحط اكتر من رابط واحد بس في كومنت واحد بس عشان محدش يطلع من المسابقه. طبعا ما ننساش فوز النادي الاهلي امبارح على سموحه 2-0. طبعا سجل هدفين، الهدف الاول محمد شريف هدف جميل جدا، ارتو زي ما بيقولوا، كان هدف جميل جدا والله العظيم. والهدف الثاني سجله محمود عبد المنعم كهربا. طبعا كان فوز عظيم جدا، طرد الشناوي اتطرد في اخر دقيقتين في الماتش بسبب ان لاعب سموحه كده بدون سبب، فاتطرد ونزل مكانه علي لطفي. فطبعا الماتش خلص 2-0 للنادي الاهلي، كان مباراه حلوه جدا. فاحنا كده الاول في الدوري، احنا كده الاول في الدوري ومعانا كده 53 نقطه. 53 نقطه ايوه، معانا 53 نقطه، احنا كده متصدرين الدوري. والزمالك طبعا برضو امبارح تعادل 2-2 مع المقاولون. الف مبروك الف مبروك الف مبروك، ربنا يديمكم على الحال اللي انتوا فيه. 2-2 مع المقاولون بعد ما كانوا فايزين 1-0. المقاولون كان فايز 1-0 ورجع الزمالك فرق 2-1، ورجع المقاولون سجل هدف في التعادل وتعادل 2-2 والماتش خلص 2-2. وكده باذن الله يكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. ما تنساش تعمل فيديو لايك وشير وكومنت وتشترك في القناه، ولو انت مش مشترك تفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.